الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات، مرحبا. بين يدي ثلاثة كتب ضخمة وفي غاية الأهمية للصديق العزيز الكاتب والباحث حسين شلبي. هذه الكتب أرسلها لي مشكورا في أوقات صدورها، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من البحوث والدراسات التي تتناول الشأن الكردي السوري، وتحديدا يعني ما حدث بعد 2011 وما شهدته المناطق الكردية السورية من تطورات والأحداث. هذه الكتب الثلاث هي روجافا، خديعة الأسد الكبرى، قراءة في 6 سنوات من التيه الكردي، كتاب ضخم من القطع الكبير، عبارة عن في حدود 300 أكثر من 450 صفحة من القطع الكبير. صدر عن دار ميسلون في 2018. أرسله لي مشكورا في حينه، ويعني مشفوعا بالإهداء. الكتاب الثاني صدر مؤخرا عن دار نرد بعنوان أيضا شهداء بلا قضية، مقاتلون صغار على جبهات كبيرة. هذا الكتاب أيضا مهم ويضم مجموعة من البحوث والدراسات التي تتعلق بتجنيد الأطفال. والكتاب من القطع الكبير في حدود يعني 225 صفحة تقريبا. صدر عن دار نرد مؤخرا. والكتاب الثالث يتناول محنة عفرين، مدينة عفرين الكردية التي غزاها الجيش التركي بدعم أو بتحريض من أو بمعاضدة ومساندة الفصائل الإسلامية التكفيرية والإرهابية في المعارضة السورية، وحاليا هي تحت الاحتلال التركي وتلك الفصائل. الكتاب مخصص لتناول تجربة عفرين المريرة من سلطة الأسد إلى سلطة حزب العمال الكردستاني إلى سلطة الاحتلال التركي. عفرين مدينة الزيتون بين إعصارين، هذا هو الكتاب. وأيضا يعني في حدود 220 صفحة من القطع المتوسط. الكتاب يعني الكتب الثلاثة يعني أرسلها لي الصديق العزيز حسين شلبي، موقعة بإهداء جميل، أشكره على الإرسال وعلى الإهداء. الكتب الثلاثة يعني من الكتب تكاد تكون القليلة. هنالك كتب أخرى أيضا تناولت المناطق الكردية والتطورات والأحداث التي شهدتها المناطق الكردية خلال العقد الأخير، لكن هذه الكتب الثلاث بإمكاني القول بأنه يمكن اعتبارها يعني بمثابة مصادر ومراجع مهمة جدا، وثقت لهذه السنوات وللأحداث ومجريات وتفاصيل الأحداث في تلك المناطق، وجامعها بأنها ذات نفس نقدي
لسلطة حزب العمال الكردستاني وإدارته، أو ما يسمى بالإدارة الذاتية الديمقراطية، وما تمخض عنها من تسميات أخرى: مجلس سوريا الديمقراطية، وقوات سوريا الديمقراطية، والتكوينات السياسية والعسكرية اللي مهما تنوعت واختلفت في التسميات وهي ذات مرجعية عقائدية حزبية واحدة، هي حزب العمال الكردستاني. في هذا الكتاب، في كتاب عفرين مدينة الزيتون بين إعصارين، وهو يعني العنوان جميل. هي فعلا مدينة الزيتون، والزيتون كناية عن السلام، لكن هذه المدينة يعني تعرضت أو ما زالت يعني بين هذين الإعصارين. المقدمة فيها شوي يعني كتبها الصديق والباحث، يتحدث فيه عن طبيعة الكتاب والبحوث والدراسات الموجودة فيه. الكتاب مقسم إلى فصول. الفصل الأول عفرين من أعماق التاريخ حتى أعتاب الثورة. الفصل الأول يتناول تاريخ المنطقة، تفاصيل التاريخية في المنطقة. الفصل الثاني مواقف القوى المختلفة من الكرد في سوريا، أيضا القوى يعني النظام السوري، المعارضة السورية، الأمريكيين، الأتراك، الروس، هذه التفاصيل وموقفها من الموضوع الكردي، الملف الكردي في سوريا. أيضا يتناول في بحث مطول، يعني هذا الفصل يكاد يكون الأكثر طولا في الكتاب، لأنه يعني كمية المعلومات والتفاصيل والتحليل في غزيرة. الفصل الثالث كمان يحدد يعني حزب العمال الكردستاني، تحضيرات حزب العمال الكردستاني لمعركة عفرين، لأنه عفرين كانت تخضع لحصار من الجيش التركي والفصائل الموالية له. الفصل الرابع العملية العسكرية، تناول العملية العسكرية عبر الرصد والمتابعة، وما كانت يعني ما كان متداولا في الصحافة وقت ذاك ومواقع التواصل الاجتماعي. في أيضا يعني كل هذه الفصول المعلومات فيها والمصادر فيها يعني موثقة بحواشي وهوامش. الفصل الخامس سقوط عفرين، الأسباب والنتائج. الفصل السادس يعني يتناول عن يعني وضع منطقة عفرين بعد سيطرة تركيا عليها. الفصل السابع مهجرو عفرين في معسكرات حزب الاتحاد الديمقراطي بعد يعني عملية النزوح، حركة النزوح التي شهدتها مدينة عفرين نتيجة الاحتلال التركي. يعني أصبح سكان المنطقة، أبناء المنطقة، بين نارين: نار الاحتلال التركي والفصائل الموالية له، ونار حزب العمال الكردستاني وفرعه في سوريا حزب الاتحاد الديمقراطي. المهجرون ونازحو عفرين صاروا يعني بمثابة رهائن أو تحت الإقامة الجبرية في تلك المعسكرات. حزب العمال الكردستاني يخرجهم في مظاهرات، في اعتصامات موالية له يعني وفق أوامر وتعليمات الصادرة إليه من قيادته في قنديل. الكتاب يحتوي على خاتمة هي عبارة عن خلاصة الفصول السبعة. كتاب في غاية الأهمية من حيث عملية تحديد يعني وتركيز الدراسات، لأنه الكتاب الأول كما ذكرت يعني روجافا يتناول المنطقة ككل،
المناطق الكردية والمناطق ذات الغالبية الكردية بشكل تفصيلي. لكن هذا الكتاب يتناول محنة عفرين، أزمة عفرين، يعني الكثير من التركيز والتحديد والتأطير بهدف يعني الإحاطة وتسليط الأضواء على الكثير من التفاصيل بمعزل عن إعلام وتسويق حزب العمال الكردستاني. طبعا الكتاب فيه إحالات ومرجعيات تتعلق في جزء منها بإعلام حزب العمال الكردستاني. الكتاب الثاني اللي فيه أيضا جزء تفصيلي وليس المنحى العام، هذا الجزء التفصيلي له علاقة بالحيز العسكري والحيثية العسكرية. معلوم أنه حزب العمال الكردستاني يعني هو تنظيم عسكري، يعني كل حتى التنظيمات السياسية التي تمارس الفعل السياسي هم بالضرورة عناصر عسكرية سابقة أو حالية داخل حزب العمال الكردستاني. يعني مثلا يعني شخصية آل دار خليل وليس شخصية سياسية، وشخصية عسكرية. إلهام أحمد هي شخصية عسكرية. مظلوم عبدي كان وما زال شخصية عسكرية. كل هؤلاء. حزب العمال الكردستاني ليس تنظيما سياسيا، هو تنظيم عسكري منذ النشأة، هو تنظيم عسكري وما يزال تنظيما عسكريا. القيادات الكبيرة أو الاستراتيجية في يوم من الأيام محسوبة على مارست الجانب العسكري القتال وحمل السلاح بشكل أو بآخر، وبالتالي فهو أي واجهة سياسية، يعني مثلا هنالك شخصيات مدنية وسياسية مثل صالح مسلم أو مثل فؤاد عمر، مثل يعني في حزب العمال الكردستاني، لكن القرار سيد القرار هو التنظيم العسكري والتنظيم الأساسي في حزب العمال الكردستاني، وهم العسكر، هم الذين يقودون، وبالتالي هم الذين يقودون مصير الحزب ويقررون مصير الحزب، وبناء عليه يعني يسيطرون على القرار الكردي في سوريا، ويؤثرون على القرار الكردي بشكل أو بآخر في كردستان العراق وفي كردستان إيران، وممسكين بخناق القرار الكردي في كردستان تركيا. هل الكتاب يعني أنا أيضا كتبت حول هذا الموضوع في مقالات وفي فيديو، وذكرت في فيديوهات وبالكثير من التوثيق يعني في هذا الخصوص، واستنادا على جريدة سرخابون، جريدة المركزية لحزب العمال الكردستاني، كيف أن هذا الحزب قام بتجنيد الأطفال في فترة الثمانينات وفترة التسعينات، وبمعلومات موثقة بالصور وبتواريخ الميلاد وكل هاي القصص. هذا الكتاب أيضا عبارة عن سلسلة وبحوث تتناول هذا الحيز الخطير والمهم والمشوه للتجربة النضالية الكردية بصراحة. يعني تجنيد الأطفال جريمة حرب، يعني لا تسقط بالتقادم، هذا يعني وفق كل القوانين والأعراف الدولية. الكتاب يتناول هذه الجزئية الخطيرة يعني في تجربة حزب العمال الكردستاني. شهداء بلا قضية، مقاتلون صغار على جبهات كبيرة. أيضا الكتاب مقسم إلى فصول. الفصل الأول مدخل إلى تجنيد الأطفال، يتناول فيه حسين شلبي يعني طبقا ما تراه القوانين والأعراف الدولية في مسألة تجنيد الأطفال، يتحدث عن هذا الجانب. الفصل الثاني أسس تجنيد الأطفال، كيف يعني حزب العمال الكردستاني، ما هي الأسس التي يستند عليها حزب العمال الكردستاني أو أي تنظيم مسلح تجنيد الأطفال. في هذا الفصل فيه شيء من التفصيل حول الأسس. الفصل الثالث مبررات تجنيد الأطفال. يعني دائما هنالك تبريرات، سواء يعني مش بس في حزب العمال الكردستاني، أي حزب موالي أو أي مؤسسة مستفيدة أو أي شخص مستفيد من
سلطة هذا الحزب يحاول التماس الأعذار والمبررات لهذا الحزب فيما يتعلق بتبرير تجنيد الأطفال، والحزب نفسه يعطي مبررات وتبريرات التجنيد. الفصل الثالث كما ذكرت مبررات تجنيد الأطفال. الفصل الرابع أسباب، يعني ما هي الأسباب التي تدفع تنظيما عسكريا مثل حزب العمال الكردستاني إلى تجنيد الأطفال. أيضا الفصل الخامس طرق تجنيد الأطفال، كيف يقوم حزب العمال الكردستاني بتجنيد الأطفال، الأساليب التي يستخدمها الحزب. الصديق حسين الباحث حسين شلبي ذكر يعني الكثير من هذه الأساليب التي وهو تقريبا فصل يعني أخذ من الكتاب ما يزيد عن 30 صفحة، دراسات مطولة وفيها الكثير من الجانب التوثيقي. الفصل السادس تجنيد الأطفال بين إنكار حزب العمال الكردستاني وتقارير المنظمات الدولية. المنظمات الدولية هيومن رايتس ومنظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى يعني نشرت تقارير في هذا الخصوص، وأنا أيضا ذكرتها في بعض الفيديوهات. لكن هذا الفصل أيضا، هذه دراسة أيضا جد مهمة في هذا الصدد. الفصل السابع جيش الأطفال دموع الأمهات في مواجهة ماكينة التجنيد. ردود الأفعال الأسر والعوائل فيما يتعلق بتجنيد أطفالهن. أيضا هنالك يعني حالات موثقة بالأسماء لأطفال تم تجنيدهم من قبل حزب العمال الكردستاني. أيضا هذا الفصل مهم لجهة التوثيق والمعلومات الواردة فيه. أيضا هو فصل طويل ومهم وغني جدا بالمعلومات الواردة فيه. وهكذا يعني هذا الكتاب يعتبر في تقديري ينتهي بخاتمه، هو عبارة عن خلاصة الهدف من هذا الكتاب ومحتواه. هذا الكتاب يعتبر أو في تقديري كمتابع للشأن الكردي من المراجع المهمة والقيمة والمركزة فيما يتعلق بتجنيد الأطفال كردا وعربا في حزب العمال الكردستاني. نأتي إلى الكتاب التأسيسي أو الكتاب الأول اللي تناول تجربة حزب العمال الكردستاني، أو ما قيل يعني عن تسمية بصرف النظر عن تسمية روجافا أو مناطق الإدارة الذاتية الكردية أو مناطق سيطرة حزب العمال الكردستاني التي لم يتبقى منها يعني سوى شرق الفرات، مناطق شرق الفرات. هذا الكتاب أيضا صدر عن دار ميسلون سنة 2018 كما ذكرت، يعني في ما يزيد عن 450 صفحة من القطع الكبير، وهو أيضا كتاب في غاية الأهمية لجهة رصد تفاصيل السنوات. يعني هو 6 سنوات صدر الكتاب في 2018 منذ إعلان حزب العمال الكردستاني أو حزب الاتحاد الديمقراطي الإدارة الذاتية الديمقراطية في 2012 وحتى لحظة صدور هذا الكتاب. الكتاب مهم. سريعا يعني سأحاول تناول الفصول، وهي فصول قيمة جدا. التقديم وكمان مقدمة المؤلف. الفصل الأول كرد سوريا من سايكس بيكو إلى الثورة، أيضا لمحة تاريخية عن
الكرد في سوريا، وجودهم التاريخي، توزعهم الديموغرافي، تفاصيل مهمة عن الواقع الكردي السوري اجتماعيا سياسيا ثقافيا في سوريا. الفصل الثاني الثورة السورية، الخطوات الكردية الأولى وأوراق الأسد لمواجهتها. أيضا يعني هذا الفصل يتناول كيف حاول نظام الأسد استثمار حضور حزب العمال الكردستاني وكثير من التفاصيل الأخرى، يعني حتى ضمن الحركة السياسية الكردية السورية أيضا يعني نجح النظام السوري في التغلغل واستثمار أوراقه ضمن الحركة الكردية السورية. وحزب العمال الكردستاني بطبيعة الحال ورقة سورية، ورقة أمنية سورية. هذا الفصل يتناول هذه المسائل. الفصل الثالث ملامح روجافا ومخاض الولادة. أيضا يتناول فترة ما قبل الإعلان عن هذه السلطة، سلطة روجافا وإدارة روجافا. الفصل الرابع الأحزاب والمجالس الكردية. في تلك الفترة يعني نشأت الكثير من الأحزاب والانشقاقات والمجالس الكردية، مجلس غربي كردستان اللي هو كان لحزب الاتحاد الديمقراطي، المجلس الوطني الكردي، والانشقاقات والانضمام والانسحاب، مرحلة من التخبط يتناولها الكتاب أو هذا الفصل من الكتاب بشيء من التفصيل. الفصل الخامس استلام المنطقة الكردية وتسليمها من نظام الأسد، يتحدث بالتفصيل بهذا الخصوص، وهو أيضا فصل طويل ومهم وأخذ مساحة واسعة من الكتاب. عسكرة الفصل السادس عسكرة المنطقة الكردية السورية وخطف الأطفال وتجنيدهم. أيضا في هذا الكتاب هنالك إشارة وعطف على موضوع الكتاب اللي تناوله حسين شلبي في كتاب خاص، تجنيد الأطفال. هون أيضا موجود يعني ولو جزء من كل يعني. في الفصل السابع خطف الكرد وإخفائهم والقتل والمجازر. يعني هنالك يعني عمليات الخطف وشهدتها المناطق والاختفاء القسري ومجزرة حامودة ومجزرة شاهدتها قرى كوباني، عمليات خطف غامضة، اغتيال غامضة، اغتيال الشهيد مشعل التمون، اغتيال نصر الدين برهاد، اغتيال في منطقة رأس العين محمود والي، اغتيال قطنة الشاب الناشط الشاب، وأيضا يعني عمليات اغتيال وتصفية في أماكن أخرى. الفصل الثامن سجون حزب الاتحاد الديمقراطي وأساليب التعذيب. أيضا هذا فصل مهم فيه الكثير من المعلومات والتفاصيل بهذا الخصوص. الفصل التاسع حرب حزب الاتحاد الديمقراطي، ويعني يعني الحرب الإعلامية اللي كان يشنها حزب الاتحاد الديمقراطي على خصومه والمخالفيه. الفصل العاشر كوباني، انتصار حرب فوق ركام مدينة. هذا أيضا فصل مهم وطويل أخذ من الكتاب مساحة مهمة. الفصل الحادي عشر انتقال القضية الكردية السورية إلى إقليم كردستان العراق. أيضا الفصل الثاني عشر روجافا ومآلات الوضع الكردي في سوريا. إذا الكتاب عبارة عن 12 فصلا. روجافا خديعة الأسد الكبرى، قراءة في 6 سنوات من التيه الكردي.
حسين شلبي في هذه الكتب الثلاث حاول يعني الخوض عبر البحث والدراسة في تفاصيل الاجتماعية والعسكرية للواقع الكردي السوري في السنوات الأخيرة، لكنه أعطى أيضا دراسات وبحوث تناولت الجانب التاريخي العام للكرد في سوريا والخاص في منطقة عفرين بهذا الخصوص. وبالتالي هذه الكتب الثلاث مجتمعة ومنفردة تشكل جهدا بحثيا مهما وتشكل أيضا مصادر ومراجع مهمة لأي باحث أو مراكز البحوث والدراسات التي يعني تود متابعة ورصد تفاصيل الحالة الكردية السورية في السنوات الأخيرة. كتب جديرة بالدراسة والقراءة والمراجعة والتدقيق والتعليق عليها، لأنه أكيد سيكون هنالك بعض يعني الملاحظات التي يمكن تسجيلها على هذا الجهد. الملاحظات لا يمكن في أي حال من الأحوال يعني أن تقلل من أهمية الجهد المبذول في هذه الكتب الثلاث من حيث التركيز ومن حيث الإحاطة والإلمام والجانب التوثيقي. هذا ما أمكنني قوله بهذا الخصوص. جزيل الشكر للصديق حسين شلبي، وهو حقوقي وناشط سياسي وناشط حقوقي من مواليد القامشلي، حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، مارس المحاماة في القامشلي لمدة 5 سنوات. كان فيما مضى يعني كأي شاب كردي عضوا في التنظيمات الكردية، وحاليا هو شخص مستقل يمارس العمل الصحفي والعمل وكتابة البحوث والدراسات. يقيم في ألمانيا منذ ما ينوف عن 20 عاما. هذا ما أمكنني قوله في هذا الخصوص. حتى موضوع آخر، دمتم بخير.